الاول بنقول لاهلنا على ارض محافظه البحيره والمصر كلها كل سنه واحنا جميعا طيبين بخير. ان شاء الله يكون موسم موفق وبدايه جيده للتوريد على ارض محافظه البحيره. عندنا نقاط تخزينيه 39 اللي ذكرتهم لحضرتك منتشره على كافه ارجاء محافظه البحيره. محافظه البحيره محافظه كبيره ونطاقها واسع، فاحنا حاولنا نغطي اغلبيه المراكز من خلال نقط يقدر الساده المزارعين يوصلوا لها ويوصلوا الاقماح بتاعتهم. اي تحديات او اي احتياجات للساده المزارعين هنبتدي نتعامل معاها بشكل عاجل بحيث نسهل لهم عمليه توريد الاقماح للمناطق التخزينيه الخاصه بهم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طاقه استيعابيه تقريبا تصل ل 500,000 طن، من بينهم 6 صوامع، احداهم هي الصومعه اللي احنا موجودين فيها النهارده الموجوده في منطقه زاويه غزال. الصومعه دي سعتها تصل الى 60,000 طن مقسمه على 12 خليج. يعني بدايه من تقريبا منتصف الاسبوع اللي فات ومع بدايه الايام الاولى لفصل التوريد، احب اشكر حضراتكم جميعا. احنا النهارده تقريبا تم توريد ما يقرب من 600 طن على مستوى المحافظه. ده رقم جيد بالنسبه لمعدلات التوريد في بدايه الموسم، وان شاء الله هنكون مكملين على كده. طبعا في لجان مشتركه بتبقى موجوده لاستقبال الاقماح على مستوى المناطق التخزينيه كلها، ما بين الزراعه وما بين التموين وما بين هيئه سلامه الغذاء وما بين طبعا الجهات الشريكه اللي بتقوم بعمليه التسويق لتوريد القمح. السيد معالي وزير التموين مشكورا سعر ارداب القمح السنه دي خلال هذا الموسم هو سعر تنافسي بيصل ل 2500 جنيه للارداب، وده سعر جيد جدا. واحنا من وجودنا النهارده مع حضراتكم بنشجع كل اهلنا من المزارعين ان هم يقوموا بتوريد اكبر كميه ممكنه للمناطق التخزينيه الخاصه بهم. القمح النهارده هو واحد من اهم السلع الاستراتيجيه اللي موجوده، وبيدخل في منتجات غذائيه كثيره جدا جدا. هي مسؤوليه مجتمعيه مننا كمزارعين ومسؤوليه مننا كدوله ان احنا نشجع المزارعين ونحثهم على توريد اكبر كميه ممكنه من الاقماح للنقاط التخزينيه المتواجده على مستوى المحافظه. اهم الاجراءات التحفيزيه لتحفيز وتشجيع المزارعين على توريد القمح. بدايه من رفع سعر الارداب اللي يصل ل 2500 جنيه للارداب القمح الواحد. طبعا كل التسهيلات اللي بتتم من اللجان اللي موجوده داخل الصوامع، يمكن حضراتكم معانا من بدايه ما دخلنا، احنا علشان ندخل السياره ونقرر حمرتها ما خدناش مده زمنيه تتخطى 5 دقائق تقريبا ما بين الميزان وما بين معايده العينه بتاعه الاقماح اللي موجوده على السياره لغايه تفريغ الحموله بالكامل. هنبقى متابعين مع المزارعين على مدار الساعه، لو في اي احتياجات ليهم، لو في اي تحديات بتقابلهم يقدروا يوصلوها اما لمديريه التموين او مديريه الزراعه، وهنتعامل معاها بشكل فوري.